الفايش بالنسبه لي من اهم الحاجات اللي بحب اجيبها من الفرن، الفطار والعشاء، ولو سحور شغال معايا ما بيقولش لا. جميل جدا مع الشاي بلبن، بس لازم يبقى خفيف ومقرمش. لو جبته ولقيته تخين مش بحبه خالص. فماما النهارده هتعمله لنا في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، نفس طريقه الفرن بالظبط، وزي ما انتم شايفين كده طالع خفيف جدا ومقرمش. انا ما تخيلتش يطلع احلى من اللي بجيبه من بره. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. وبسم الله في الاول كده ماما بتسلم عليكم. وهنبدأ مع بعض نعمل الفايش. في الأول كوباية مية دافية، وهتنزل عليها بأربع معالق كبار سكر. الطريقة على فكرة سهلة جدا جدا، أنا كنت متخيلة إن هي يعني أصعب من كده. بعد كده هتحط معلقتين ممسوحين خميرة فورية أو كيس خميرة. بعد كده هتحط معلقة كبيرة كركم. علشان ما تزودش الكركم هتحط يعني أقل من ربع معلقة صغيرة، اللي هو لون الزعفراني اللي بيتجاب من عند العطار. ده اللي هيظبط اللون كويس قوي، والاضافه دي اختياري، لو انت عايزه تظبطي اللون ممكن تكتفي بمعلقه الكركم، بس الفايش معاكي هيطلع بلون كده يعني خفيف شويه. ونقلب شويه لحد السكر ما يدوب، ولو عايزين نتاكد ان الخميره شغاله ونشطه هنركن الخليط 5 دقايق. لو عمل رغوه خفيفه يبقى كده الخميره تمام. نكمل باقي الخطوات. هنجيب كيلو دقيق، هنحط له معلقه صغيره ملح. وكيلو الدقيق لو هتعاير بالكوبايه بيعمل 8 كوبايات، اللي هو مج الشاي الازاز ده. هننزل على الدقيق بكوبايه ميه دافيه وكوبايه زيت. وممكن على فكره تقللي مقدار الزيت شويه، يعني تخليه كوبايه الا ربع. بس انا لما دقت الفاش بعد ما خلص الزيت مظبوط معاه جدا، بس تمام ممكن يعني نقلله شويه. بعد كده هننزل بخليط الكركم والميه والسكر. لو انت هتعجني بايدك نفس الخطوات هتعمليها هي ما فيهاش فرق خالص. نشغل العجان، والعجينه دي هتقعد يعني 7 8 دقايق كده. المهم انت بايديكي عجنيها كويس قوي واخدميها لحد ما تبقى طريه وفيها تماسك بسيط كده. هغطيها وهسيبها تخمر، ولما تخمر ويتضاعف حجمها ههبطها. بعد كده هنزلها على رخامه وهلفها على شكل رول بشكل عشوائي كده. المهم ايه، علشان اقطعها لاربع قطع. هاخد كل قطعه والمها على شكل كره وهركنها على جنب، وهسيب كور العجين ترتاح 5 دقايق علشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا كده وما تلمش تاني. لو جيتي تفرديها ولقيتي ان العجينه بتلم معاكي تاني سيبيها ترتاح دقيقتين 3 كمان. بعد كده بجيب اول كوره انا شكلتها، والحاجه هتبتدي تفردها فبتبططها الاول بكف ايديها. بعد كده هتجيبي الفراده وتبتدي تفردها على شكل مربع او مستطيل. حاولي وانتي بتفرديها ما تخليهاش مدوره علشان رول العجين ما يبقاش الطرف بتاعه رفيع والقلب عالي. فبعد ما بتفردها ويبقى الشكل زي ما انتوا هتشوفوا كده، تبتدي من الطرف من تحت تلفه على شكل رول. بعد كده تلحم الطرف بتاعه، بس ما تخليش رول العجين رفيع قوي. بعد كده هتجيب صينيه هتحط عليها رول العجين، ولازم يبقى فيه بينهم مسافه كبيره علشان لما يخمر بياخد حجم زياده. هغطي العجين وهسيبه لحد ما يخمر، واللهم بارك خد حجم حلو قوي. وما تستعجليش عليه، على فكره ممكن يقعد اكتر من ساعتين. المهم وصليه للحجم ده علشان يطلع معاكي خفيف وهش، ما يبقاش مكتوم وتقيل. ده باقي العجين. بعد كده هنبتدي نسوي. شغلت الفرن من الاول لازم يبقى سخن، وظبطته على 180 والنار عندي من تحت بس. وحطيت رول العجين، قعد عندي 20 دقيقة. ممكن يقعد معاكي 25 دقيقة لو الفرن عندك هادي شوية. ما تحاوليش ان النار تكون اعلى من 180، هو هيستوي كده وهيطلع زي الفينو طري. ما تقلقيش وتقولي ان هو عجينة من جوه، هو هيبقى مستوي تسوية كده مظبوطة بس طري. هنسيبه لما يبرد خالص، او ممكن ان انت تسيبيه تاني يوم لو حبيتي. بعد كده تبتدي تقطعيه شرايح. استخدمنا الاول السكينه المشرشره لكن فرولت معايا في العجين، فالسكينه الرفيعه قطعت شرايح انعم. قطعناه شرايح بسمك كده بسيط. بعد كده هنبتدي نحمصه. فانا كنت متخيله ان انا احطه على الصينيه ونحمص، بس ماما كان عندها فكره احسن بكتير. قالت لي هاتي الشبكه ورصي عليها الشرايح كده، هتتحمص وهتاخد حراره من فوق ومن تحت، فالشرايح هتتحمص على طول من غير ما نقلبها. ففعلا كانت فكره حلوه قوي. انا حطيت الشبكه في فرن الكهرباء. انا الاول استخدمت اللي هي الشبكه الصغيره، حطيتها في فرن الكهرباء وسبت الفايش 5 دقايق. طبعا اللي هي الشمعة بتاعت الحرارة دي انا شغلتها فوق وتحت، بس النار متوسطة مش نار عالية قوي.
الفاش قعد 5 دقايق واتحمص وطلع ممتاز، طلع خفيف ومقرمش جدا جدا. وعلى فكرة لو طلعتيه من الفرن وطلع معاكي طري شوية سيبيه في الهواء هيكمل تحميص، هينشف ويتحمص. واللهم بارك، كيلو دي عمل لنا كميه حلوه قوي. على فكره دي مش الكميه كلها، احنا كلنا منه يعني حبه حلوين. فجربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا، وهتعملوا فايش خفيف ومقرمش قوي. بصوا العجين مفتح ازاي، ده دليل ان هو خمر حلو وانه خفيف. لو انت حابه تحمصي في الفرن على صينيه، فحطي الصينيه على الرف اللي في النص، والنار برضو هتكون شغاله من تحت بس، وسيبيه 3 4 دقايق. اللي بيه الناحيه التانية هيقعد دقيقتين وهيطلع بنفس النتيجه. ان شاء الله لما هتجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، وهتعملوا احلى فايش.